بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محدثكم هو خادم العلم الشريف في قلعة من قلاع العلم والتربية في الجزائر. اسمه هو محمد المأمون قاسم الحسني، والرسالة التي أطلع بها هي خدمة الزاوية القاسمية، وهي زاوية تتبع الطريقة الرحمانية الخلوتية في الجزائر. الطريقة الرحمانية أسسها الشيخ محمد بن عبد الرحمن الأزهري الخلوتي، ونشرها في الجزائر بعد عودته من مصر من الأزهر الشريف، بعد أن قضى فيها ما يزيد على 30 عاما، وأجيز من شيوخه وأخذ الطريقة الخلوتية عن شيخه الشيخ الحفناوي أو الشيخ الحفني. عندما عمر زاويته في الجزائر نشر دعوته ونشر طريقته باسم الخلوتية، ثم أصبحت تسمى الرحمانية نسبة إليه بعد وفاته رضي الله عنه وأرضاه. الطريقة الرحمانية في الجزائر عرفت زواياها بأنها جميعا زوايا العلم والتربية والجهاد في فترة الاحتلال. هذه الطريقة الربانية عمادها العلم والتربية، ومنهجها سلوك هذه الطريقة باستقامة واعتدال، وذلك هو منهج الإسلام. في الجزائر يعتبر منهج التصوف جزءا مهما ومقوما أساسيا من المرجعية الدينية الجامعة. شأن الجزائر في هذا شأن بلاد المغرب الإسلامي عموما، وكثير من بلاد المسلمين في أرض الله. في الجزائر مرجعيتنا الدينية في الفقه هي مرجعية المذهب المالكي، هي تقوم على المذهب المالكي، مذهب الإمام مالك في الفقه، وعلى العقيدة الأشعرية في التوحيد، وعلى طريقة الجنيد السالك في التصوف. وهذا الذي يجمعه قول الإمام عبد الواحد بن عاشر، وهو صاحب منظومة كتب الله لها القبول والانتشار، عندما عرف بمنظومته التي تدرس في كل الزوايا والمعاهد العلمية قدم لها بهذا البيان في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. هذه الطريقة انتشرت زواياها عبر الوطن، ولا سيما في بداية عهد الاحتلال الفرنسي، وكانت كلها قلاعا للتربية والعلم والجهاد كما أسلفت. ومنها هذه الزاوية التي شرفني الله بخدمة رسالتها، وتعتبر منذ
تأسيسها منذ عمارتها هي المركز الروحي للطريقة الرحمانية الخلوتية في الجزائر، وهي الزاوية القاسمية، زاوية الهام القاسمية. رسالتها لها هذه الشمولية، شمولية رسالة الإسلام، فهي تؤدي هذه الرسالة بشعبها المختلفة في مجال التربية والتعليم. لها شعبة مهمة من شعب هذه الرسالة تتلخص في العناية بالرعاية الاجتماعية، الرعاية الاجتماعية المتمثلة في التكفل باليتامى والأرامل والمساكين وذوي الحاجات والمؤوسين، وأيضا البعد الاجتماعي لهذه الرسالة يتمثل في الإصلاح الاجتماعي، فهي بحكم موقعها ومركزها الروحي الذي يجد له أتباع ومريدين في مختلف أنحاء الوطن، لها حضور دائم ووجود، خاصة في السعي لإصلاح ذات البين، في جمع الكلمة، في التوفيق بين الناس، في فض النزاعات والخصومات، ولها وجود وحضور وتأثير أيضا، لا سيما عندما تعصف بالمجتمع حين إلى آخر بعض عوامل الفتن التي تثيرها أسباب مختلفة. الزاوية بمنطلق هذا الواجب الذي تطلع به تبادر وتسارع إلى صد هذه الفتن وإخماد نارها قبل أن تنتشر، سواء تعلق الأمر بالنزاع بين القبائل وبين الجماعات، أو أحيانا تثيرها بعض النعرات العرقية أو الجهوية يثيرها بعض الناس، ولكن الزاوية تتصدى لها وتسعى في صد خطرها على المجتمع. خطابها يتميز بأنه دائما خطاب جامع، خطاب يؤلف، خطاب يحبب. يعني من يشهد المواسم الدينية حيث يلتقي عدد كبير من الناس يفيدون إلى هذه الزاوية من جهات مختلفة في الوطن، ويأتون من ديار متباعدة، وهم في الحياة اختيارات متباينة، ولكنهم في صعيد الزاوية يلتقون إخوانا تجمعهم رابطة واحدة، يجمعهم نسب روحي واحد، فيستمعون من منبر الزاوية، يستمعون إلى الكلمة الهادية، إلى الموعظة الحسنة، إلى ما يصلح دينهم ودنياهم. فدعوتها ومنهجها ورسالتها تلتحم فيها القيم الروحية بالقيم الوطنية، تمتزج فيها الروح الدينية الإسلامية والروح الوطنية، وهذا الذي كان لها على الدوام، ولا سيما في فترة الاحتلال، حيث شهد الفرنسيون أنفسهم بخصوصية هذه الرسالة بمقوماتها التي ذكرتها، ووثقوا ذلك في وثائقهم، خاصة الوثائق الاستخباراتية التي بيّنوا فيها بأن سر بقاء هذا الشعب، أقصد الشعب الجزائري المسلم، في فترة الاحتلال
سر بقائه متماسكا متضامنا مرابطا مقاوما، روح المقاومة حية في نفوس أبنائه، يعود إلى هذه الرسالة التي تطلع بها الزوايا عموما، والتي تلتحم فيها كما قلت هذه القيم الروحية بالقيم الوطنية. فأتباع الزاوية يجدون في دعوتها ما يؤلف بين قلوبهم، ما يعزز وحدتهم، لأنها تغذي القلوب بغذاء القرآن وتصلح النفوس بهداية الإيمان. وهذا هو منهج مدرسة التصوف، أنها تدعو إلى المحبة، إلى الرحمة، إلى الإحسان، إلى التعاون، إلى هذه القيم والفضائل التي جاء بها الإسلام، ونجدها في هذا المنهج الرباني. المنهج الرباني المتمثل في هذا التصوف الإسلامي الحق، التصوف الإسلامي الأصيل، هذا المنهج الذي يجمع في انسجام وتناسق وتكامل بين الجانب التشريعي من الإسلام والجانب الروحي من الإسلام. وهذا التلاحم وهذا الارتباط هو الذي يجعل من هذا الربط، من توثيق هذه الصلة بين الحياة الروحية والحياة الاجتماعية. الرسالة التي تؤديها الزاوية والخطاب، الخطاب الذي يتميز بهذه الروح، يتميز بهذه القيم التي يدعو إليها، وخطاب يسعى إلى إغناء الحياة الروحية، ترقية الحياة الروحية، ولكن في الوقت نفسه دون إغفال وإهمال لمتطلبات الحياة المادية، خاصة في زماننا هذا في ظل هذه الحياة المادية الطاغية. هذا الخطاب من شأنه أن يحرر الناس، يعني من مقاصده وأهدافه. هذا المنهج الرباني من شأنه أن يحرر الإنسان، أن يحرره من عبودية الدنيا ليرقى إلى عبودية الله. من شأنه أن يخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، لأنه المنهج الذي يصل الإنسان بربه، الإنسان المسلم، ويوثق ويعزز ويرسخ الإيمان في قلبه، هو المنهج الذي يصل الأرض بالسماء، والمنهج الذي يربط بين الدنيا وبين الآخرة، والمنهج التربوي الذي يتجه في غايته إلى هذا التوجيه الرباني، من أجل أن تكون أكبر عناية الإنسان المسلم تتجه إلى دار الجزاء العادل، إلى دار النعيم المقيم. أكبر عنايته يوجهها إلى في السعي لدار الآخرة، حتى يكون إن شاء الله سعيه مشكورا.